بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم السادس على التوالي، ونحن نستعرض في برنامجنا هذا مجهر سونا مرشحي رئاسة الجمهورية، وضيفنا اليوم هو السيد الإمام صادق المهدي من حزب الأمة. جرى بيننا وبينه اتفاق قبل هذه الحلقة أن يستعرض برنامجه الانتخابي في 20 دقيقة. بنرحب به وكان حربه هذا البرنامج، بنرحب بالمشاهدين وبنشكرهم جدا على ما وصلنا منهم من تعليقات على البرامج السابقة. تفضل سيد صادق المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم. وأنا أشكر جدا لسونا هذه الفكرة التي أرجو أن نستفيد منها جميعا، ولو أن هذا أسلوب الحوار قد اتبع منذ حين لكنا قد قطعنا شوطنا الآن في شيء من التفاهم. على كل حال فليكن ما يكون. سأتحدث لكم عبر هذه الدقائق عن ثلاثة محاور. المحور الأول: الديمقراطية ناجحة وراجحة وأجهضت. المحور الثاني: الانقلاب كلف السودان خسائر كثيرة. والمحور الثالث: شنو ماشي نسوي عشان نحقق الإنقاذ الفعلي من الإنقاذ الكاذب. الديمقراطية بنت في عهدها القصير جدا طرق كثيرة: الأبيض، الدبيبات، كوستي، الدائري، الجبال الشرقية، سنج الدمازين، الدلنج كادوغلي، إعادة تأهيل طريق بورسودان، النيل الأبيض، الدبيبات، الدلنج، كباري شيدتة، سنجة، سنجوكاية، الجنينة، مطارات بورسودان، الفاشر، نيالة، الجنينة، دونغول، الدمازين، كادوغلي، الصوامع، خرطوم بحر الجديد، الدبيبات، الصوامع المتحركة. في الزراعة: المحصول النقدي، القطن، وده بينحسب على أيضا محاصيل النقدية الثانية، حوالي 1,000,000 بالة كان إنتاجنا 89، والآن هبوط شديد جدا دون 139,000 بالة. الحبوب الغذائية كان عندنا منها وفرة، ولما انتهى النظام الديمقراطي كان في 15 مليون شوال مخزون استراتيجي. الصناعة كان إنتاج المصانع النسيج مثلا السودانية 168 مليون ياردة، دلوقتي أقل من 15. والمؤسف، أنا أمس جلت في سوق مدرمان واكتشفت في سوق الأقمشة أنه كل الأقمشة مستوردة، حتى أقمشة الكفن مستوردة. موضوع البترول، احنا كنا عندنا مشكلة مع البترول لأنه المكتشف شيفرون كانت رافضة أن تستغله، وعملنا معها اتفاق في سنة 88: إما تستأنف عملها ده في عامين أو ترفع يدها. وعشان كده لما جاء النظام الانقلابي فيما بعد استفاد من هذا الاتفاق. ولكن نحن نعتقد أنه صحيح أنهم هم استغلوا هذا البترول بطريقة ذكية. فكرة الاتجاه شرقا، احنا كان عندنا توجه أساسي أننا نعمل شراكة مع اليابان، التنمية المدنية، وشراكة مع الصين، التنمية العسكرية. فيما يتعلق بالسلام كنا في قاب قوسين أو أدنى في
الوصول لاتفاق، وكان متفق أننا سنجتمع يوم 18 سبتمبر لحسم هذا الموضوع في مؤتمر قومي دستوري بدون وسيط أجنبي، دون رعاية أجنبية أو وصاية أجنبية، ودون تقرير مصير. كلها كانت مسائل مطلبية، نصيب في السلطة ونصيب في الثروة. طبعا دارفور ما كانت فيها حاجة أبدا، كانت فيها مشاكل داخلية، صراع قبلي، نهب مسلح، لكن ما فيها المشاكل الموجودة حاليا، كانت آمنة. ده البند الأول. البند الثاني، ماذا خسر السودان بالانقلاب؟ المشهد اليوم التمزق الإثني والتمزق الجهوي والعداء الإقليمي مع أكثر من دولة من دول الجوار، والعداء الدولي. كذلك تصفية دولة الرعاية الاجتماعية. الناس اللي كانوا في ذلك الوقت واعين، عارفين كيف التعليم مجانا والصحة مجانا، وكنا نصرف على التعليم 20% من الميزانية وعلى الصحة 15% من الميزانية، لكن هبط ده. الآن في آخر ميزانية للحكومة 5% للتعليم، 4.5% للصحة. والمدهش أمران: الناس اللي كانوا أغنياء افتقروا، والناس اللي كانوا فقراء أثروا. والأهم من ده، أبناء الأغنياء وفروا دولة الرعاية، وأبناء الفقراء سحبوها من أهلهم وعرضوا أهلهم للوضع الحالي، كل شيء مخصخص، ما عندك فلوس لا تتعلم ولا تتعالج. حصل تضخم في الصرف الأمني غير رشيد وغير معقول في كل المجالات، عدد كبير جدا من الجيوش وعدد كبير جدا من وسائل الصرف والأجهزة. الصرف المتضخم الإداري والأمني بلغ أرقام فلكية، بلغ أرقام كبيرة جدا. يعني كانت الولايات 9 بقت 25، كانت المحافظات 19 بقت 121، كانت المحليات 240 بقت 530. والسبب في ده أن تخلق وظائف لكوادر عشان تكون عندها إشراف مباشر على المواطنين، تلعب دور أمني وتلعب دور سياسي للاستمالة، يعني أهداف سياسية مش إدارية. لذلك قفز الصرف من 240 مليون دينار في 1990 ل 43 مليار دينار، يعني أكثر من 18,000% زيادة، ما في لها مبرر. الأمني لما ننظر للأرقام برضو نلقى مثلا عام 2000 إلى عام 2008 الصرف العسكري تضاعف 7 مرات، والآن الأمني والعسكري صار يشكل 61% من الميزانية. لما نضيف له 10% بتصرف على البند السيادي، البند السيادي طبعا بند العطالة الموجود دلوقتي في القصر، من مستشارين ما بيستشاروا ومساعدين ما بيساعدوا، اللي هو برضو 10%، بقى 71%. نعم تم إنجاز مروي بالدين طبعا مش من فوائدنا، ولكن تأخر مروي 20 سنة. وأنا سألت وزير الري في اجتماع محضور في كلية الشرطة: يا أخي كيف أنتوا قلبتوا الأولويات ليه؟ الأولوية كانت للرصيرس، ثم ثانيا سيتيت، ثم ثالثا مروي، والدراسات جاهزة والتمويل متفاهم عليه، ليه قلبتوها وليه أخرتوها؟ في كلامه الرد أمام ناس كثيرين في كلية الشرطة أو نادي الشرطة، قال ما استشرنا نحن اللجنة أو